السلام عليكم، صافا لاباس عليكم؟ امور هانيه. مرحبا بيا مره اخرى عندكم، مرحبا بكم عندي. جبت لكم قصه محفزه جدا وفريمون ملي سمعتها آه، زادتني حماس، زادتني تحفيز، بغيت انا نزيد لقدام ونولي بحال هاد المراه. علاش نتوما لا؟ قصه فاطمه اللي جيت نعاود لكم، بنت العربيه. بنت العربيه ماشي معيوره، لا. حنا عارفين الظروف اللي كيعيشوا فيها الناس العربيه، ماشي دابا، شحال هادي اللي ظروف القرايه ديالهم كانت شبه مستحيله. كان غير ممكن انها تقرا الا ما كانتش قريبه للمدرسه. حنا كاملين عارفين هاد الشيء، ما غنجيش نقولوا لكم انا. فاطمه اللي كبرات وسط عائله فقيره، امها مسكينه، كانت طيب الخبز وتخرج للزنقه تبيعو او السوق الاسبوعي ديالهم. كانت كتمشي مع امها، كانت كتقول لهم ديما انا ما غادي نخرج من هذه الحاله، ديما ما غنبقاش انا هكا، ديما غادي نزيد لقدام ان شاء الله باذن الله. واللي كيسمعها من قراناتها اللي قدها اللي كبر منها كيضحكوا عليها وكيقولها كي غديري لها من بيع الخبز غديري لاباس، كتضحك في خاطرها وكترجع وكتسكت وكتقول ان شاء الله غادي نحقق مستقبلي، ان شاء الله غادي نوصل كيف ما وصلوا الناس، غادي نوصل حتى انا. داز الوقت وداز الوقت اللي كبرات فاطمه. ملي كبرات فاطمه كانت شي عائله عندهم في العربيه، شي بنات العائله بنات عمهم، وسمعت على التكوين المهني اللي كاين في المدينه. ولكن فاطمه باش غتمشي للمدينه؟ فلوس ما عندهاش، العائله قليل اللي غيقدر يستقبلك. بقات كتفكر وتقول كي غادي ندير اسيدي ربي، انا بغيت نمشي. مشات عند امها وطلباتها وقالت ليها امي انا بغيت تمشي للمدينه، بغيت ندير التكوين المهني. اسمحوا لي غادي على الصوت، تسمحوا لي على صوتي لان مخنوق من نقولش لكم هاد السيمانه كي دوزتها مع ولادي، هادشي علاش تعطلت عليكم. ولادي مرض وعاودوني مرض حتى انا. المهم الله يشافينا ويشافيكم كاملين. مشات عند امها وطلباتها وقالت ليها امي انا بغيت نمشي للمدينه. قلت ليها اش غديري في المدينه يا بنتي؟ واش تي قاده على المدينه؟ رقصت فاطمه وقالت ليها امي راه التكوين المهني اللي هضروا عليه بنات عمي بغيت نمشي نسجل فيه. قالت ليها واش انتي عارفه دار عمك راه ساكنين غير في دار صغيره، واش يقدروا يستقبلوك حتى انتي؟ راه ما يمكنش. وكيف كتعرفي يا بنتي ظروفنا، راه ما نقدروش نكريو ليك، ما نقدروش نخلصوا لك الكرا والمصروف ديالك. رقصت فاطمه وقالت ليها غنسكن عندهم النعاس في السطح قدام الباب. المهم امي العار بغيت نمشي، بغيت نتعلم الخياطه، بغيت نعتق راسي، بغيت نتعلم شي حاجه اللي تفيدني وتزيد بيا حتى انا لقدام. مها ما لقات ما دير ومشات قالتها لباها. قالت ليه راه فاطمه بغات تمشي مع خوك للمدينه، راه بغات تقرا في التكوين المهني. طلبات امي ورغباتو وقالت ليه، وفي الاخر قال ليها انا غادي نشوف مع خويا الا قدر يستقبلها غادي نصيفطوها، ما قدرش يستقبلها تكمش وتجلس. ايوا داكشي اللي دار، مشى هضر مع خوه هضر مع مرتو قالت ليه لا، الدار عندنا صغيره والدراري عندنا كتار، كي غنديروا لها باش ناكلوها ونزيدوا الماكله نقولوا تاكل معانا؟ فين غتنعس؟ حتى الداري مخاوي، حتى قلت مخاوي، كلشي عامر. مشات فاطمه ملي سمعت هاد الهضره كتطلب في مرت عمها وكتقول لها العار، نعس في الكوزينه، نعس في مكان، غير خليني نمشي معاك، غير خليني نتعلم. مرت عمها بقات فيها وداتها معاها للمدينه. وفاطمه مسكينه ما قدتها فرحه، فرحات قد حقها في الدنيا. غتمشي للمدينه وتتعلم. التعلم عندها هم اكثر من المدينه، بغات تتعلم اكثر من بغات تمشي للمدينه. وداكشي اللي كان. مشات مشات عمها مشى سجلها في ديك المدرسه، جلسات معاهم، بدات كتقرا وتمشي كتعاون مرت عمها. وصراحه حتى مرت عمها كانت الله يعمرها دار، صراحه من الناس القلالين اللي كيستقبلوا الضيف وكيتهلاو فيه، خصوصا من عائله راجلها. كانت ديرها بحال وحده من بناتها. وحتى فاطمه ما كانتش مقصره من حقها، كانت تشقى، كانت طيب، كانت تسخر، كانت تصبر، كانت كاع داك الحوايج اللي تقدر ديرهم ملي ترجع من التكوين كديرهم.
ما كتخليش مرت عمها فين تهضر او حتى عمها. جلست معاهم حتى كملت التكوين المهني، وهي قبل ما تكمل التكوين المهني مره كتشد شي توب وكتبدا تخيط وكتعلم وكتطلق يديها بشويه بشويه. مره تخيط شي حاجه صغيره بشويه بشويه، وهي باقا ما كملتش التكوين المهني. كيف كنقول لكم، بدات كتشد الجلالب والتواب من عند الجيران فابور، وبدات كتطلق عليهم بيديها وكتاخد وقتها فيهم وبشويه عليها وكتقن خدمتها. ماشي زعما غير غتعلم وصافي غير كيف ما جات، لا، كتحاول تبدع، كتحاول الخيط يشد بلاصتو، الفصاله تشد بلاصتها، كل حاجه متيوله ومحطوطه في بلاصتها، حتى ولات معروفه وسط الجيران. واللي عنده شي توب مخبي كيحطوا ليها ويجيبوا ليها. وهي ماشي من العاكسين، ما تقولش ليهم لا خلصوني او لا، هي عينها ماشي في الخلاص، عينها في التعلام، بغات تعلم، بغات تبني مستقبلها، ما كتفكرش في ديك الساعه، كتفكر من هنا للقدام. اما ديك الساعه ملي الا قالت لهم عطيوني الفلوس خلصوني، واش غيجيبوا ليها التواب وهي مازال ما خداتش التكوين المهني ديالها؟ لا، لوجيكمون لا. شي واحد غيقولك خلصيني، انا نخلصك خلصني وصاوب لك التوب وانت مازال ما كتاقنش خدمتك، غتقول ليه لا علاش نخلصك. ولكن حاجه فابور كتكون زوينه. كاينه ولا ما كايناش؟ ملي كيقول لك شي واحد عطيني نصاوب لك شي حاجه فابور، كتغامر معاه، ماشي مشكل، فابور. خدات التكوين المهني، ومن ديك الساعات بدات بشويه بشويه، بدات كتخلص في النوم، ولكن ماشي شي ثمن، غير ثمن رمزي. وبقات مع مرت عمها. صراحه مرت عمها صدقات معاها، بقات كتصاوب معاها، كتقاد معاها، حتى بقات كتجمع من دوك الفلوس اللي كيعطيوها الجيران، كتجمعهم ما كتخسرهمش، حيت حتى عمها زعما ما كيقولش ليها عطيني ولا خلصيني ولا كيدق عليها ولا لا، نهائيا عاطينها اتساع. كتمشي هي لدارهم مره تقدر تدور معاهم شي حاجه قليله وما تبقى كتخبيه في واحد الصناديقه ديالها. بقات على هاد الحال حتى جمعات واحد البركه، شرات بيهم ماكينه، ومن الماكينه ولات كتشد ديك الساعه الخدمه وبدات كتخلص مزيان. ما بقاتش كتسنى ان مولات ان الناس زعما يجيو يجيبوا ليها التوافابور، لا، ولات كتخلص بثمن ماشي واو، ولكن عاوتاني ماشي رمزي، ولات كتخلص، ولات كتشد فلوس. والناس والجيران مني والفوا خدمتها وعرفوا خدمتها كي دايره، ما بقاوش كيتحاسبوا معاها، حيت يعرفوا الجلابه اللي تخيطت على ايد فاطمه، عرفوا ان الجلابه جلابه، وان الفصاله فصاله، وان لا لبسوا من يديها راه صافي. كلشي غيسولهم منين شريتو هاد الجلابه، شكون اللي خيطها ليكم، زوينه غزاله، وحتى من الالوان كتحاول تختار معاهم. تصوروا الابداع، ما بقاش كتشتو من عند فلانه تاخذ ليها العبار وصافي ومريضنا ما عنده باس. دازت 5 سنين على فاطمه في المدينه، دارت محل صغيور. سمحوا لي، دازت 3 سنين دارت محل صغيور جلست فيه، وبدات كتشد خدمه، والخدمه بدات كتكسر عليها. ومن ورا المحل الصغيور، من ورا 5 سنين دارت محل كبير وبلا مارك. دارت لا مارك ديال فاطمه، حوايج ديال فاطمه، شدت معاها عيالات، خدمت معاها الناس، ولات هي كتخلص الناس. ما وقفتش هنا فاطمه، لا، مشات للدوار ديالهم ودارت مدرسه تما. علاش؟ حيت عرفت ان بنات العربيه ما كاينش اللي غيتفكرهم، وما كاينش ماشي كاملين غادي يبغيو يمشيو للمدينه، او العائلات هو غيستقبلوهم باش يتعلموا، او والديهم غيصيفطوهم اصلا. هادشي علاش قربات ليهم المدرسه ومشات عندهم تما وبدات كتقريهم تما. علاش في نظركم؟ علاش درت هاد الحاله فاطمه؟ حتى فاطمه غبره، حتى فاطمه غبره وقاده، ما بغاتش بوحدها تزيد لقدام، لا، بغات حتى البنات اللي بحالها واللي عاشوا ظروفها واللي حتى هما مخصوصين وما عندهمش فلوس، حتى هما بغاتو يزيدوا لقدام، بغات كلشي يزيد لقدام، ما بغات حتى شي واحد يوقف في بلاصتو. داكشي اللي تعلمات كتعلموا ليهم بحب، وهي باغا حتى هي ملي اختارت الخياطه
وبدات كتعلم ليها بغاتها، ماشي غير بهنا لا، راه كلشي عنده بهنا، راه كلشي خدام او لا اغلبيه خدامين، ولكن شكون اللي واصل في خدمته؟ اللي كيبغي خدمته، اللي كيتقاتل في خدمته هو اللي كيوصل. اما اللي غير خدام ومدرم وصافي غير غادي خدم هذا كيخدمها وكيمشي، دير هذا صافي كيديرها ويمشي، ما كيوصلوش. لاحظتوها ولا ما لاحظتوهاش؟ ما كيوصلوش لانه صافي كيدير الخدمه داكشي اللي تقال ليه. كتب سميتك، كيكتب سميتو صافي وكيمشي. اما انت ملي كتبدع في الخدمه ديالك وكتقنها وكتزيد من راسك، كون اكيد غتزيد لقدام، كون اكيد انك ما غتوقفش في بلاصتك. كنعاود لكم هذا الشيء البنات والعيالات، لخوتي، الميمه، لبناتي، لكل شيء كاع اللي كيتفرج فيا. نتوما تقولوا الحمد لله، الحمد لله انك احسن من بزاف الناس، احسن من بزاف المرضى. كتنفسي، كتشمي، كتحركي يديك، كتحركي رجليك، كتقدري تنوضي وتجلسي، كتقدري ديري بزاف د الحوايج، كتنفسي النفس ديال سيدي ربي، الاكسجين ديال سيدي ربي ماشي ديال السبيطارات. انتي خاصك تكوني مرا وقاده. الجبال ما كيجيوش وكيرسوهم، كيضربوا برا ضربه برا ضربه برا ضربه عاد كتهدم. هكا الحلم ديالك، الا ما عندكش حلم خلقيه، انتي ديري حلم، انتي ديري هدف، انتي عيشي انتي زيدي للقدام، انتي عيشي حياتك. حاولي تخلي حياتك عندها معنى. ما يمكنش غير تفيقي تنعسي تاكلي تعاودي ترجعي تنعسي وتفرجي في الافلام والتلفازه ومريضه ما عنده باش داروا لك. شحال من عام دابا عندك؟ قولوا لي شحال من عام في كومونتير، شحال من عام عندك؟ اش درتي في حياتك؟ شنو درتي؟ والو. ناعسه واكله شاربه الحمد لله، تلوني واكلين شاربين ناعسين. ايوا فين هي حياتك؟ حاولي تخلقي حياتك، حياتك بمشاكلها بالصعاب ديالها، وانتي ان شاء الله غادي تتجاوزي هادشي كامل، غادي تزيدي به للقدام. والله البنات كنقولها ونعاودها في اي فيديو، هادشي اللي كنقرا واللي كنسمع واللي كنعاود ليكم انا حافز ليا، انا قبل ما يكون حافز ليكم. انا كنتحفز بيه وكنقول حتى انا بغيت، حتى انا بغيت ندير، حتى انا بغيت نعيش، حتى انا بغيت نخدم، حتى انا بغيت يكون عندي مدخول ديالي انا نديرو في جيبي انا، حتى واحد ما يحاسبني عليه، حتى واحد ما يقول لي فين درتي هذاك الشيء اللي عطيتك، ولا فين درتي الفلوس اللي عطيتك. في جيبي ما عرف حد شحال عندي، ما قلت حتى شي واحد شحال عندك، وبريدنا ما عنده باس. علاش انت ما تكونيش بحالي، بحال فاطمه، بحال خديجه، بحال بزاف الناس؟ غير قوليها بينك وبين راسك. كيف كنقول ديما في كل فيديو، ماشي من الديبا غادي يبدا بشويه بشويه. اليوم حدي غير حلم ديالك، شنو جاوبيني على هذا السؤال، شنو بغيتي ديري؟ شنو الهدف ديالك من الحياه؟ تشوفي وليداتك بخير ان شاء الله باذن الله، تكبريهم بخير وعلى خير، حنا كاملين كنطلبوا هذا الشيء. انتي اللي كتفرجي فيا، شنو الهدف ديالك من الحياه؟ جاوبوني في الكومنتات. نتمنى تلقاكم القصه وحكايتي والفيديو ديالي وانتم بخير وعلى خير، ونتمنى ما نكونش طولت عليكم ونكون خفيفه على قلبكم. تهلاو في راسكم وبسلامه عليكم. شكرا بزاف وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف.